ليه الناس بتفهم الطيبة غلط؟ الطيبه دي بتبقى يعني نابع من البني ادم يعني ذات نفسه، طبعا تربيته وكده وطبعا دي الطيبه ديت يعني احنا طيبين لربنا سبحانه وتعالى، انما عمر يا عم احمد الطيبه ما كانت ضعف زي ما الناس فاهمه ولا كانت سذاجه. يعني في ناس بعد الاوقات كده بتقول لي انت طيب، اعرف كلمه طيبه دي بيبقى يعني باستهزاء مثلا، وفي ناس انت طيب يعني انت طيب راجل بتاع ربنا راجل كويس. انا بقول للناس يعني ما تجوش على الطيبين قوي، لان الطيبين دولت يعني ما لهمش الا ربنا سبحانه وتعالى، واحنا كلنا طيبين لله، احنا بس بنتقي الله في البشر، فنفسنا البشر يعني يتقي الله فينا، ما تجوش على الطيبين قوي يعني. في الزمن اللي احنا فيه ده الطيب ما عادش ينفع حاجة، لازم يكون الواحد إنسان مش كويس عشان يعرف يعيش. احنا مش عارفين نعمله كده، مش عارفين نكذبه، مش عارفين ننافقه، مش عارفين نطبله زي الناس اللي بتطبل. احنا فشلنا يا عم احمد ان احنا نعمل كده، احنا رجاله كده وتوكلنا على ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا مش عارفين نعمل كده ولا هنعرفوا نعمله كده، وتربينا طبعا على الاصول، وده يعني حاجه في المنبع البني ادم ذات نفسه يا عم احمد. طول ما الواحد متربي وطول ما البني ادم تحت طوع ربنا سبحانه وتعالى، وطول ما انت بتحب الخير للناس ربنا هيديهولك.